الأخ فوزي أحمد محمد عبد المنعم 78. عم فوزي أمير العزوبية، أكبر سنجل في مصر، 80 سنة ومش لاقي شريكة حياته. دخل على 80 سنة ولسه سنجل لحد دلوقتي، مبسوط بحياته العزوبية وعمره ما فكر في الجواز. قال إن لو قدامه عروسة هتديله دهب وفلوس كتير برضه مش هيرضى يتجوزها. حكاية عم فوزي، أو زي ما اتشهر بأمير العزوبية. شغال جزمجي على قد حاله في العباسية، بس بيحب ينبسط بحياته على طريقته الخاصة. قرر في شبابه إنه عمره ما هيتجوز أبدا، وفضل قد كلامه لحد ما وصل سن 80 سنة. كل اخواته اتجوزوا رغم إنه هو أكبر واحد فيهم، وكمان خلفوا عيال وعيالهم اتجوزوا، وقال إنه هو بيحبوه جدا، وبيقولوا دايما لو محتاج أي حاجة قول لنا على طول يا خالو. واكتفى بفرحته باخواته وقضى حياته سفر زي ما قال. والسر ورا حبه للعزوبية مش سعيه ورا الفلوس خالص، بالعكس تماما. ده بيقول انه كسب في حياته فلوس كتير جدا، بس هو كل اللي يهمه انه يعيش اليوم بيومه، وانه طول ما هو مبسوط بيبقى حاسس انه متجوز 10. فايه اللي هيخليه يتجوز بجد طالما قادر يسعد نفسه؟ ولما اتسأل هو مفيش فرصة يعني انك تتجوز خالص يا عم فوزي، رد وقال: انا حلفت على الجواز ده ومش هتجوز، يعني مش هتجوز. والسر ورا رفضه لفكرة الجواز إنه شاهد مشاكل أصحابه مع مراتاتهم اللي كانت بتبقى مشاكل مادية في الغالب، وإنه كان بيساعدهم وبيبعت لهم فلوس بزيادة برضه ما كانتش بتقضيهم، وكانت المشاكل بتستمر، وإن المشاكل دي عقدته من الجواز. وقرر من وهو عنده 25 سنة إنه عمره ما هيتجوز مهما حصل. النسوان بقى بتضحك على بعض وانا هقع في الخيه، فخدتها من قصيره وقلت ما ايه، انا عايز كده بمزاج و100 فل وسبعه، ومش عايز اكتر من كده، اكتر من الحاله اللي انا فيها انا مش عايز. انا كده سعيد ومبسوط لحد الان، انا ما ندمتش ولا هندم. عم فوزي الراجل البسيط اللي عايش في بيت أبوه وأمه بعد موتهم، لما تخش بيته تحس إنك دخل معرض للصور من كتر الصور اللي هو معلقها على الحيطة. إنما بقى اللي بيونسوا فعلا صحابه اللي بيجوله من كل حتة في العالم، من السعودية ومن ألمانيا وقطر والأردن وكل الدول. عنده صحاب مخلصين وبيحبوه بجد، وتعرف عليهم من خلال واحد صاحبه كان بيجيبهم في الفندق اللي هو شغال فيه، بعديها ياخدهم يعرفهم على عم فوزي. وحبوه لدرجة إن صاحبه اللي من ألمانيا لما بيروح له بيتصور معاه كتير جدا، وبياخدوا بيركبوا مركب في البحر ويتصوروا فيها. واتشهر عم فوزي وبقى حديث السوشيال ميديا في فترة من الفترات، واتعمل معاه لقاءات تلفزيونية كتير، وبقى هو أمير العزوبية. بيعيش يومه بالطريقة اللي تريحه. بالليل بيروح لأخته يزورها ويطمن عليها، وساعات كمان بيبات عندها. ولما بيطلع عليه الصبح بيقوم يصلي ويروح بيته ينظف قدامه ويخش يحضر لنفسه فطار، ويقعد في منتهى الروقان يتابع الأخبار في التلفزيون. وأول ما بتيجي عليه الساعة 5 بالليل بيطفي التلفزيون ويشغل أم كلثوم وفريد الأطرش على الراديو بتاعه، وبيقعد يستنى أي حد من صحابه يجيله من غير سابق ميعاد. وبصراحة مفيش حياة أهدى ولا أحلى من كده. عشان كده لما سألوه يعني لو جاتلك عروسة مستعدة تديك دهب وفلوس كتير برضه مش هترضى تتجوز؟ قال لهم طبعا مش هرضى. الفلوس عمرها ما كانت المشكلة، وعمرها ما كانت بتشتري السعادة. انت كمان شاركنا برأيك، هل الناس كلها تقدر تعمل زي عم فوزي، ولا هو حالة استثنائية ومحدش يقدر يقلده؟ في النهاية مستنين نشوف آرائكم وتعليقاتكم، وما تنسوش اللايك واعملوا فولو لصفحتنا على الفيسبوك واشتراك لقناتنا على اليوتيوب. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.